أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا برج الميزان، مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرحة والسعادة والوفرة. أهلا بك مرة ثانية يا برج الميزان. النهاردة هنتكلم عن قراءة طاقة مفتوحة بإذن الله من غدا يوم 6 يوليو حتى نهاية شهر يوليو بإذن الله. القراءة دي قراءة عامة تنفع للرجال والسيدات وكمان تنفع لجميع الأعمار، فلو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفاعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان يا برج الميزان للقراءات الخاصة بنعمل انتساب أو انضمام للقناة عن طريق الزر الأزرق الموجود بجوار زر الاشتراك أو تفعيل ميزة شكرا أسفل الفيديو. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الميزان، ومكان ما تحط رجليك الفرج والفرح في الطريق إليك. برج الميزان عندك طاقة جميلة جدا جدا الفترة اللي جاية دي بإذن الله، وشعارك في الفترة دي عايزك تكتبه على ورقة وتحطه دايما أمامك وتكرره كل يوم، وهو إن مكان ما تحط رجليك الفرج في طريقك. يعني أي مكان هتحط رجليك فيه يا برج الميزان هيكون في عندك سعادة مالية، هيكون في عندك فرحة قوية، هيكون في عندك انتعاشة مادية. سبت مكان في العمل ورحت مكان آخر هيكون في المكان الجديد برضو الفرج في طريقك. فتحت مشروع جديد هيكون الفرح والفرج في طريقك. رحت أي مكان الانتعاشة المادية هتكون ماشية معاك يا برج الميزان. برج الميزان خلي بالك، ليس المهم هو نجاحك، لكن الأهم هو قيمتك بعد النجاح، لأنك بالفعل هتشعر بقيمة قوية جدا يا برج الميزان بعد نجاحك بإذن الله. خلي بالك يا برج الميزان، قد تظهر فرص جديدة لتحسين دخلك، قد تظهر فرص جديدة لتحسين دخلك، أو يكون عندك زيادة فرص للعمل، أو يكون عندك زيادة فرص للعمل. فده هيؤدي بيك يا برج الميزان إلى انتعاشة مادية مؤكدة الفترة القادمة. ولكن يا برج الميزان من المهم أنك تحافظ على الانضباط المالي وعدم الإنفاق الزائد. كن حذرا في إدارة مصاريفك لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. هقول تاني يا برج الميزان، هتظهر ليك فرص جديدة لتحسين دخلك زيادة فرص عمل ليك. يعني ممكن تكون عندك في بيع وشراء، ممكن يكون عندك مكسب مالي جاي لك عن طريق صفقة أو ميراث أو أي شيء، هيكون في عندك فرص جديدة لتحسين دخلك. وعندك كمان زيادة فرص العمل، يعني ممكن تلاحظ يا برج الميزان إن أمامك كتير من الفرص للعمل، فحاول إنك تقبل هذا العمل أو تشتغل، لأن ده هيساعدك على تحسين دخلك المادي. ولكن الأهم من ده كله يا برج الميزان إنك تحافظ على انضباطك المالي، يعني ما تكونش مسرفا. أنا ما بقولكش تبقى بخيل، ولكن ما تبقاش مسرف يا برج الميزان علشان تحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل. برج الميزان صبرك يؤتي ثماره الآن، لقد انتظرت لفترات طويلة. بالفعل برج الميزان انتظر كتير لفترات طويلة، ولكن صبرك يا برج الميزان سيؤتي ثماره، لأن الشهور القادمة دي يا برج الميزان بالنسبة لك شهور نجاح. خلي بالك، شهور نجاح مالي، شهور انتعاشة مادية. يعني ممكن يكون شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12 هيكون في عندك نجاحات قوية الفترة اللي جاية دي، فهتشعر بالفرحة حقيقي يا برج الميزان، لأن مع دخول المريخ إلى برج العقرب ترتفع مستويات الفرص الغير متوقعة للنمو المالي في حياتك. برج الميزان كمان عايزك الفترة اللي جاية دي تبتعد عن الأطعمة الغير صحية. حاول إنك تبتعد عن الأطعمة الغير صحية، لأنها بتزيد من التعب أو من التوتر، فعليك بالاسترخاء وعليك اتباع نظام غذائي سليم. كمان حاول تمارس تمارين رياضية يا برج الميزان، حاول تمارس تمارين رياضية، حاول تمشي، حاول تلعب رياضة، حاول تروح الجيم. الرياضة دي هتساعدك كتير جدا يا برج الميزان، لأن حالتك الصحية سواء النفسية أو الجسدية بتؤثر على حياتك العاطفية والمهنية، فلازم تخلي بالك من صحتك كويس يا برج الميزان وتتبع نظام غذائي سليم وتبعد عن الأطعمة الغير صحية. كمان عايزك يا برج الميزان تبعد عن التوتر
ولا تجعل التوتر والضغط النفسي والتشاؤم يؤثر على حياتك وعلاقتك بالآخرين. حاول دايما تحتفظ بتفاؤلك، ولا تعطي للمشاكل الصغيرة الكثير من الاهتمام، بل القِ مخاوفك وأوهامك وأحلامك التي ليس لها أي أساس من الصحة خلف ظهرك. يعني أي شيء أنت كنت بتشعر بيه، أفكار سلبية، أحلام سلبية، ارميها ورا ظهرك، ما يهمكش يا برج الميزان، لأن الفترة اللي جاية دي صبرك هيؤتي ثماره سواء في العمل أو حتى في حياتك العاطفية. كمان حاول إنك تزور أقاربك، تسافر لمكان تحبه للراحة، وخلي بالك حياتك العائلية أو العاطفية هيكون فيها الحب والتودد طول الوقت، مما يجعل حياتك هادئة ومستقرة، وهيجعلك ذلك تشعر بالسعادة طول الوقت يا برج الميزان، وهتشعر إنك تمتلك بالحيوية والنشاط، مما يساعدك على الحفاظ على هذه العلاقة العاطفية الجميلة. كمان علاقتك العاطفية ستصل إلى مستويات أعمق من التفاهم والحب والثقة وحل أي خلافات أو مشكلات. برج الميزان هيكون عندك الفرحة حقيقية في حياتك، ولكن أهم شيء يا برج الميزان احتفظ بروح الدعابة والمرح في حياتك العاطفية، احتفظ بالتفاؤل، احتفظ بالفرحة والطاقة الإيجابية، الابتعاد الكامل عن الأفكار السلبية. عايزك يا برج الميزان احلم، تمنى ونفذ. احلم أحلام إيجابية، تمنى أشياء إيجابية ونفذ، لأن الله سبحانه وتعالى هو الله اللي هيساعدك على النجاح وتحقيق التميز في حياتك. برج الميزان كمان النجاح لا يأتي إلا الذين ينتظرون، بل الذين يبدأون قبل أن يكونوا جاهزين. يعني ما تبقاش نايم يا برج الميزان وتنتظر النجاح هيجيلك، لا، حاول إنك تكون جاهز من جواك. زي ما قلت لك احلم، تمنى ونفذ، والله عليه الباقي، هو اللي هيساعدك، هو اللي هيساعدك في النجاح. ثق في الله أولا ثم ثق في نفسك. برج الميزان كمان عايزك تركز في أشياء مهمة عشان تتميز في حياتك المهنية والعاطفية. حاول إنك تقضي حوائجك بالكتمان. يعني من أهم قواعد النجاح لا تقول أبدا كل ما تعرفه عن نجاحك، يعني بلاش التفاخر أمام الآخرين. من أهم قواعد النجاح في حياتك لا تقول أبدا كل ما تعرفه أمام الآخرين. يعني حاول تخلي أسرارك لنفسك يا برج الميزان، سواء مهنية، عاطفية، صحية. أنا مش هطول عليك يا برج الميزان، لكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.